الأهالي دايما كانوا بيخافوا على أولادهم، يتصلوا عليهم كل شوية، يحطوا قواعد صعبة ويفكروا إن الخطر دايما حوالين الصغيرين بس اللي محدش حب يعترف بيه إن الخوف دلوقتي مش على الأطفال بس. إحنا ككبار بنتعرض لضغط وزحمة ومواقف مش دايما بنكون مستعدين ليها، وفي لحظة واحدة ممكن حد يتجاوز أو يستغل ويتحول الموقف من عادي لمؤذي. قبل أي حاجة لازم نقول الحقيقة، في ناس كتير حصل ليهم اعتداء من غير ما يعرفوا ان اللي حصل ليهم ده اسمه اعتداء. الاعتداء مش نوع واحد ومش دايما بيكون واضح، في اعتداء جسدي وفي اعتداء لفظي وفي اعتداء جنسي واعتداء بصري. لو حصل اي حاجة من دول اعرف او اعرفي ان ده مش ذنبك، وان الاسم الواضح للموقف ده هو اعتداء. في البداية ممكن تقدر تحمي نفسك قبل ما يحصل الاعتداء، واعرف كويس ان الحماية مش ضعف، الحماية وعي. اسمع احساسك الداخلي، لو المكان او الشخص مضايقك امشي، ما تخليش حد يضغط عليك عشان تقعد في مكان مش مريح. احفظ خط الطوارئ 1 2 2، ما تسمحش لحد يتجاوز حدود جسمك مهما كانت علاقتك بيه. اتعلم تقول لأ بصوت واضح، لأ مش قلة أدب، لأ حماية. طب يا ترى لو حصل اعتداء هتصرف ازاي؟ لو حصل لا قدر الله اعتداء عليك اعرف 3 خطوات مهمين. اولا، حاول على قد ما تقدر تخرج من المكان فورا وبأسرع وقت، أمانك هو الأولوية. الخطوة التانية، حاول تحكي لحد تثق فيه، صديق، شخص كبير مختص، المهم حد يسمعك من غير ما يلومك. الخطوة التالتة، اطلب مساعدة قانونية أو طبية لو محتاج، الإبلاغ عمره ما كان ضعف، ده استرجاع لحقك. ومعالجة الصدمة مهم زي معالجة الجسد، لو حد جه وحكالك اعتبر انك اول يد بتشيله من المكان المظلم. اسمع من غير ما تقاطع، ما تسألش ليه او ما كنت تعمل كذا، قول انا مصدقك وانت او انتي مش غلطان. ساعده يفكر في الخطوة اللي بعد كده من غير ضغط. يمكن الكلام ده يكون صعب ويمكن ناس كتير عمرها ما اتكلمت فيه، بس الوعي هو أول خطوة، وانت من حقك تكون في أمان في بيتك، في شغلك، وفي أي مكان تروحه. ولو حصل اعتداء ده مش ذنبك ومش النهاية. افتكر انت مش لوحدك، وصوتك يستحق انه يتسمع.